النهاردة هنعمل مع بعض الأكلة الصعيدية المشهورة جدا في الصعيد، تقريبا كده كل خميس لازم تتعمل. طبعا هي بتتعمل باللحمة أو الكوارع، لكن الأكلة دي تحفة جدا. عايزة أقول لكم الصعايدة بيموتوا فيها، لازم كل خميس كده الطاجن ده يبقى موجود. الأكلة دي منذ قديم الأزل، يعني متوارثة من جدود جدود جدودنا، حاجة كده زي ما تقول بتاعة الفراعنة. يلا بينا نعرف طريقة تحضيرها وإزاي نعملها بكل سهولة. أول حاجة أنا هنا جبت كوارع فريش، يعني لسه دلوقتي جاية من عند الجزار. طبعا ممكن نعملها باللحمة أو الكوارع، لكن النهاردة هعملها معاكم بالكوارع. هتكون طبعا حاجة كده أساسية يوم الخميس. أول حاجة هنا جبت معلقة من الثوم المفروم وطشيت طشة عادية وعليها فلفل وعليها ورق لوري. وأول ما تغلي هنزل بالكوارع كده في الحلة، لازم تكون بتغلي علشان تقفل المسامات وتفضل الكوارع محتفظة بكل السوائل الموجودة فيها. طبعا هنا هسيبها تغلي على النار براحتها وهروح احضر للتقلية. طبعا الطاجن ده بيكون بالتقلية، التقلية دي أساسي، يعني ممكن نغير في اللحمة أو الكوارع، لكن التقلية دي أساسي. هجيب حوالي كيلو من البصل المفروم، لازم نقطعه صغير جدا زي ما انتوا شايفين. الوصفة دي بتعتمد أساسا على البصل، يعني لازم البصل يكون كتير جدا. طبعا هسبكه على نار هادية جدا، ممكن ياخد معايا ساعة أو أكتر كمان، لازم يتسبك على نار هادية. زي ما انتوا شايفين هنا بعد ما احمرت ووصلت للون البني الغامق. طبعا نخلي بالنا علشان ما تتحرقش. خلاص هي كده ابتدت تبقى جاهزة معانا واحمرت. هنزل بحوالي نص كوباية من الطماطم المعصورة. نحاول نقلل من الطماطم جدا، لان هي الوصفة الأساسية بالبصل مش بالطماطم، انما احنا بنضيف الطماطم كلون مش اكتر. طبعا كل الخطوات دي هتنجح معايا وريحتها هتجيب اخر الشارع لو احنا سيبناها تستوي وتتسبك وتتحمر على نار هادية جدا. وهنا طبعا هضيف حوالي نص معلقة من البابريكا، وكمان نص معلقة من الملح، وبس كده، مش بنضيف أي بهارات ولا أي حاجة. هسيبها تتسبك كويس جدا. بعد كده هنزل بالشوربة. طبعا هملاها شوربة، هي بتبقى سايلة جدا مش بتبقى متماسكة. وهنا أول ما تغلي كده بالشوربة هبتدي أنزل بكمية الكوارع اللي أنا هعمل بيها الطاجن. طبعا الكوارع مستوية سوا كامل في الشوربة، لكن برضه هسيبها كمان تتسبك شوية مع التقلية دي. زي ما انتوا شايفين أنا مليت الحلة كاملة للآخر شوربة. هسيبها تغلي على النار حوالي ربع ساعة، وده ضروري جدا علشان تتسبك كويس كلها مع بعض. وهنا بعد ما اتسبكت وغلت كتير كده وخدت وقتها، خلاص هي كده بقت جاهزة معانا. طبعا هنجيب الطواجن علشان نحطها في الفرن. هنبتدي نغرف الكمية اللي احنا عايزينها، هنكون وقتها مشغلين الفرن. هنسيبها في الفرن حوالي كده يعني 10 دقايق أو مثلا ربع ساعة. عايزة أقول لكم إن هي أحلى جدا لما بتطبخ في البرام. بتبقى زمان أساسا ما كانوش بيعملوها غير في البرام، لكن حاليا في أي حلة كده عادي. بعد كده بنكمل باقي السوا في الطواجن كده في الفرن. وكمان كانوا بيسووها على الكانون مش على البوتاجاز. عايزة اقول لكم دي أكلة صعيدية أصيلة، يمكن محدش كتير يعرفها، لكن طعمها فعلا تحفة. من الأكلات اللي هي مش بنستغنى عنها كده يوم الخميس. طبعا زي ما انتوا شايفين الطواجن كده جاهزة معايا، هروح أدخلها الفرن حوالي ربع ساعة من فوق ومن تحت تشمع معايا وهطلعها. زي ما انتوا شايفين طاجن الكوارع بالتقلية بقى جاهز معايا، شكله تحفة جدا. طبعا الأكلة دي مش بيتاكل بيها عيش نهائي، دي بتتاكل بالرقاق الطري. نفس الرقاق اللي احنا بنعمله صواني باللحمة المفرومة، هو ده الرقاق، لكن بيكون طري مش ناشف. هو ده اللي بناكل بيه الطواجن دي. زي ما احنا شايفين الكوارع عاملة زي الزبدة، مستوية جدا. انا سبتها تاخد وقتها في الشوربة، خدت معايا حوالي ساعتين ونص او كمان 3 ساعات. بسيبها كده تستوي براحتها. هنا كده زي ما انتوا شايفين هي بتتاكل بالطريقة دي، وجنبها بيكون خس أو جرجير أو فجل، أي حاجة كده خضرة تتاكل مع الفطير. أتمنى انتوا تجربوها وتكون الأكلة عجبتكم.